بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احب اعرفكم بنفسي. انا اسامه جندي، امين اللجنه الفنيه بكليه اداب. بنبدا الاول باللجنه الفنيه. كده كليه قصدي كليه اداب تشمل في رعايه الشباب 7 لجان: اللجنه الفنيه واللجنه الرياضيه ولجنه الجواله والاسر والاتحادات واللجنه الاجتماعيه والثقافيه. اولا اللجنه الفنيه الاول في مراكز تدريب ورش على جميع المستويات. بالنسبه للرسم جميع انواع الرسم والزيت وجميع انواع الاشغال الفنيه. بالنسبه للمسرح في ورشه برضه تدريب ممثل، كاننا يعني الحمد لله كلها بتوفر لنا ده كاننا في معهد تمثيل. وبالنسبه الاول برضه في كورال، في عمليه تدريب برضه فريق كورال بالنسبه للعزف والغنى. بنحاول نوفر ده على مستوى الجامعه، مش بس على مستوى كليه اداب. بعد كده هنخش في اللجنه الرياضيه. اللجنه الرياضيه برضو دايما متميزه، وفي الصاله هنا الرياضيه اللي بتشمل الاجهزه، ودايما بنحاول ندرب الطلاب على ان ازاي يشتركوا في النشاط الرياضي، ودايما بجميع الالعاب من اولها الجودو اللي دايما بنحصد فيها المراكز الاولى واخدين الدرع العام على مستوى الجامعه. برضو كره القدم دايما بتحصد مراكز على مستوى الجامعه، مراكز تانية. وبرضو نشمل تاني برضو لجنه الجواله اللي دايما بتعمل ورش تدريب وكده على جميع برضو الفنون التشكيليه، يعتبر مكمله للجنه الفنيه. وعندنا برضو اللجنه الثقافيه اللي دايما اللي كليه اداب بتشتهر بيها، اللي هو النادي الادبي اللي بيبقى كل خميس بيتقدم فيه جميع مواهب كليه اداب. اتكلمت انا عن اللجنه الاجتماعيه، دايما برضو بنحصد فيها المراكز الاولى. الحمد لله دكتور اسامه دايما بيدعمنا، ودايما عندنا ال7 لجان دكتور اسامه بيبقى داعم ليهم وبيحاول دايما يوفر لنا كل حاجه. عمره ما اتاخر علينا ولا بمساعدات ماليه ولا مساعدات نفسيه، ودايما بيشجع الطلاب على الاشتراك في النشاط. واستاذ علاء برضو دايما مدير الرعايه دايما بيحاول يجيب اكبر عدد من الطلاب عشان يشتركوا في النشاط. واحب اوجه برضو الكلمه للطلاب كليه اداب. الكليه مش مجرد مذاكره ولا مجرد دراسه، دايما النشاط اول حاجه عشان نحب الكليه، وعشان برضو نحاول نتوجه بعد كده لحاجات يعني فيما بعد الكليه، مجتمع، يعني ان احنا ازاي نندمج في المجتمع. ونحاول برضو بنحاول برضو في الكليه نوفر جميع الورش. دايما في ناس بتيجي تسأل عن الورش، مثلا اشغال فنيه، فدايما بنحاول نوفرها. ورش مثلا غناء وكده وانشاد ديني، دايما برضو بنحاول نوفرها. كليه اداب عمرها ما اتاخرت علينا باي حاجه، الحمد لله.